بيكم. بيؤدي زيادة إنتاج الميلانين إلى زيادة تصبغ البشرة، وده بيؤدي إلى تلون بعض مناطق الجلد بلون أغمق من الجلد المحيط بيه، وبيحدث ده غالبا بسبب التعرض لأشعة الشمس أو إصابة أو التهاب في الجلد أو بسبب حب الشباب أو التغيرات الهرمونية اللي بتحدث أثناء الحمل. طيب إحنا مش عايزاكم تشيلوا هم إيه موجود عندك، عشان أنا عملت لكم تجميعة كبيرة من نباتات طبية موجودة في المطبخ هتفتح لون البشرة تفتيح طبيعي وتوحد لون البشرة وتحافظ عليها وترجع نضارتها وإشراقها ولونها الوردي، سواء عملناهم مشروب وشربناه أو عملنا منها ماسكات. وهنبتدي بأول النباتات دي زي نبات الليمون. الليمون غني بفيتامين سي، وده بيفتح البقع الداكنة وبيوحد لون البشرة. وممكن نستخدم عصيره مخفف بالماء أو في ماسكات مع العسل والزبادي. وكمان ممكن نستخدم زيت الليمون لأنه بيعمل على زيادة تألق البشرة، وكمان بيعمل على تجديد البشرة المتعبة والمترهلة، وبيعمل على إزالة السموم من على سطح البشرة. كمان بيفتح البشرة بيوحد لونها لأن عنده خصائص مضادة للأكسدة. كمان معانا نبات العرق سوس. نبات العرق سوس بيحتوي على مادة جلابريدين، ودي بتمنع إنتاج الميلانين الزايد. من أفضل النباتات الطبية لتفتيح البشرة بشكل آمن. بنستخدم عرق سوس ازاي؟ بننقع معلقه كبيره من مسحوق العرق سوس في كوبايه ميه دافيه لمده 4 ساعات، وبعد كده بنصفيه وبنحطه في ازازه ببخاخ. بنستخدمه يومين على الوجه كتونر طبي. الكركم بيحتوي على ماده الكركمين، ودي ماده مضاده للاكسده ومضاده للتصبغات، بتقلل البقع الناتجه عن الشمس والحبوب، وكتير بنضيفه مع اي ماسك للبشره. دي كده نبات الصبار او الالوفيرا بيحتوي على ماده الوين اللي بتقلل التصبغات وبتفتح البشره، بترطب وبتجدد الخلايا في نفس الوقت. بنضيفه في معظم ماسكات البشره. الكاموميل او البابونج بيهدي البشره وبيعمل على تفتيح البشره وعلاج التصبغ. بنستخدمه ازاي؟ ممكن بنغلي ميه بنضع فيه معلقه من الكاموميل وبنسيبها لما تنزل عصارتها، وبنستخدمها كتونر طبيعي للبشره. وعند استخدام البابونج بانتظام بيعمل على تضييق المسام الواسعه وتنعيم البشره وعلاج فرط التصبغ. ماء الورد بينعش البشرة وبيفتحها، وبيستخدم كتونر لتنظيف البشرة. يحتوي على مضادات أكسدة بتحافظ على توهج البشرة، وبيتم إضافته في ماسكات البشرة. بذور الشيا غنية بالأحماض الدهنية الأساسية زي حمض اللينوليك، وبفضل خصائصها المضادة للالتهابات بتعمل على ترطيب البشرة وتهدئة البشرة. بتهدي البشرة ازاي؟ بتقلل الاحمرار والتهيج والحكة، وبتحسن مظهر البشرة. ازاي بنستخدم بذور الشيا؟ بننقع معلقه كبيره من بذور الشيا في نصف كوب ماء من 2 ل3 ساعات حتى يتكون جل. بنستخدم الجل ده كمرطب خفيف يوميا، وممكن نعمل منه ماسك. بنجيب بذور الشيا المطحونه مع الزبادي والعسل، وبنضع الخليط على الوش مباشره لتقشير البشره وتغذيتها. الرمان غني بمضادات الأكسدة، بيحفز تجدد الخلايا وبيفتح البقع الغامقة بمرور الوقت. ازاي بنستخدمه؟ بنعصر نصف ثمرة رمان، بنضع العصير على الوجه باستخدام قطنة نظيفة، وبنسيبه ربع ساعة، وبعدين نغسل الوش بمية فترة. الاستخدام المنتظم للرمان بيساعد على توحيد لون البشرة. الكركديه بيعمل على توحيد لون البشرة. ليه؟ لأنه بيعمل على تقشير البشرة بلطف لإزالة خلايا الجلد الميتة والبقع الداكنة وتصبغات الجلد الناتجة عن الشمس أو العمر. بيرطب البشرة وبينضفها، بيهدي تهيج البشرة والتهاباتها. بنستخدمه ازاي؟ بنحضر ماسك من الكركديه، مسحوق الكركديه مع النشا والمية الورد لعمل قناع للوجه، او بننقع الكركديه وبقطنة ونضعه على الوجه. الشوفان بيعتبر مقشر طبيعي لطيف يزيل الجلد الميت. بنستخدمه مع العسل أو اللبن كماسك لتفتيح البشرة الحساسة. يمكن إضافة زيت اللوز أو زيت الزيتون مع العسل للشوفان لتعزيز دوره في إزالة خلايا الجلد الميتة وترطيب البشرة. البرتقال غني بفيتامين سي، قشوره المجففة تستخدم كمسحوق لتفتيح البشرة. نعملها ماسك مع زبادي وعسل. الأفوكادو غني بفيتامين إي وسي، وبيحتوي على مستويات مرتفعة من الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، وله خصائص مضادة للميكروبات وغني بالبيوتين. عشان كده بيعمل على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، وبيحسن مرونة البشرة، وبيقلل الالتهابات، وبيساعد على تنظيف الوجه وتعزيز إنتاج الكولاجين، وبيمنع جفاف الجلد. بنستخدمه إزاي؟ بنستخدم مهروس الأفوكادو على البشرة، ويفضل إضافة العسل للحصول على مزيد من الفايدة. ويمكن استخدام زيت الأفوكادو في روتين العناية بالبشرة. النشا بتحتوي على كمية من البروتين والمعادن والحمض الأميني اللي بتساعد على تعزيز الكولاجين في البشرة للحفاظ على صحة البشرة ونعومتها. النشا بتنظف سطح الجلد من الأوساخ والشوائب عشان تصبح بشرة نقية ومشرقة، وبتعمل كمان على تفتيح الجلد وتنقيته. كمان النشا بتحافظ على رطوبة الجلد وبتمنع جفافها لاحتوائها على البوتاسيوم. بنستخدم النشا ازاي؟
معلقتين كبار من النشا مع معلقتين كبار من مسحوق الرز ومعلقة كبيرة من العسل، ونخلط ب3 معالق كبيرة من الحليب حتى تصبح كالمعجون، ثم نضعها على بشرة نظيفة وننتظر حتى تجف تماما قبل الغسيل. الخيار بيمنح إشراقة وترطيب للبشرة وتوحيد للون وتقليل البقع الداكنة، وبيقلل تهيج وحروق والتهابات البشرة. بنستخدم الخيار ازاي؟ بنضرب خيارة في الخلاط بقشرها وبنصفيها، وممكن نستخدم العصير لوحده على البشرة، أو ممكن نضيف له معلقة جل الصبار مع معلقة عسل، وبيترك على الوجه ربع ساعة ثم يشطف. التفاح، حمضية خل التفاح بيساعد البشرة في التقليل من الحكة وجفاف البشرة. خل التفاح كمان بيقلل مسامات الوجه الواسعة، عشان كده بنستخدمه كتونر ومنظف للمسامات الواسعة. بنستخدمه ازاي؟ بنضيف معلقتين كبار من خل التفاح إلى كوب من الماء وقطعة من القطن في المزيج الخل التفاح والمية دوت، وبيطبق برفق على الوجه أو المناطق اللي احنا عايزين نعالجها من البشرة. الطماطم بتعمل على توحيد لون البشرة وتقليل التصبغات بفضل خصائصها القابضة والمضادة للالتهاب. بيحتوي عصير الطماطم على فيتامين سي اللي بيعزز إنتاج الكولاجين، مما يعمل على شد البشرة وتقليل التجاعيد. الطماطم كمان بتحتوي على مادة الليكوبين، ودي مادة مضادة للأكسدة وبتحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. بنستخدم الطماطم إزاي؟ بنعمل عصير طماطم وبنحطه على الوش مباشرة بقطنة، أو بنفرك البشرة بعصير الطماطم وبعدين بنغسل البشرة بماء دافئ، أو بنخلط عصير الطماطم بالليمون والعسل ونضع على البشرة لمدة تلت ساعة وبعدين نشطف. الروزميري بيحسن مظهر البشرة لأنه بيقلل حجم المسام وبيرطب البشرة، وله دور في تفتيح البشرة لأنه بيقلل من التصبغات ويوحد لون البشرة. بيعمل على تنظيم إنتاج الدهون مما يقلل لمعان البشرة. إزاي بنستخدم الروزميري؟ طريقة: بنغسل الوجه بالماء الدافئ ونجففه بلطف، وبعدين نرش ماء الروزميري على الوجه وندلكه بلطف ونتركه ليجف ويمتصه الجلد. طريقة: بنمزج زيت الروزميري العطري مع معلقة صغيرة من زيت زي زيت جوز الهند أو زيت اللوز، وبندلك الخليط على البشرة بحركات دائرية. تالت طريقة: بنخلط مسحوق الروزميري مع قليل من العسل ونضع على البشرة وندلكه بلطف لمدة دقيقة وبعدين نشطفه بالماء الفاتر. رابع حاجة: بنغلي ورق الروزميري في مية ونعرض وشنا للبخار لمدة من 5 ل10 دقايق لتنظيف البشرة وتفتيح مسامها. كمان ينفع نستخدمه كمنظف عن طريق مزجه مع ماء الورد. زيت الأرجان بيمتاز بأنه سريع الامتصاص ومش بيسد المسام، بيحتوي على فيتامين إي وأحماض دهنية، عشان كده بيعمل على ترطيب البشرة وبيغذي البشرة الجافة، بيرطب الشفاه الجافة كمان، وبيعزز التئام الشفاه المتشققة في غضون أيام، وبيعمل على تنظيم إفراز الزيوت للبشرة. زيت الأرجان ممكن نستخدمه موضعيا أو بإضافة بعض قطرات منه للكريم الترطيب اليومي. زيت الجوجوبا زيت الجوجوبا من أبرز الزيوت اللي بتساهم في ترطيب البشرة وبالتالي حمايتها من التشقق والجفاف. نستخدم زيت الجوجوبا النقي موضعي أو بإضافة بعض قطرات منه لكريم الترطيب اليومي. البنجر وبيتسمى في بعض الدول الشمندر. بيساعد البنجر على تفتيح لون البشرة وبيوحد لونها لأنه غني بفيتامين سي، وده بيساعد على تقليل التصبغات وتفتيح البقع الداكنة. بيرطب البشرة الجافة وبيعزز نضارة البشرة. بنستخدمه ازاي؟ بنعمل عصير البنجر ممكن نشربه يوميا أو بنستخدمه كتونر طبيعي على الوجه. بنعمله ماسك مع العسل، بنمزج عصير البنجر مع معلقة صغيرة من العسل وبيوضع على الوجه لمدة 15 دقيقة. في طريقة تانية كمان، ممكن نمزج عصير البنجر مع القليل من عصير الطماطم وبنضع على البقع للتخلص من البقع الداكنة. ممكن كمان نخلطه مع معلقة صغيرة من عصير الليمون ونحط المزيج دوت على الوجه لمدة 15 دقيقة وبعدين نغسله. وممكن يستخدم كمقشر طبيعي، زي بنبشر البنجر ونحط عليها سكر وزيت زيتون، بنعمل تقشير للبشرة بيه. زيت القرنفل بيساهم في تنظيف البشرة وتحسين صحة الجلد، والاستخدام المنتظم من زيت القرنفل بيزيل البقع وبيوحد لون البشرة. زيت القرنفل كمقشر طبيعي وبيقشر خلايا الجلد الميتة فبيجدد الخلايا، بيترك وجهك نظيف ومشرق. بنستخدمه ازاي؟ بناخد بضع قطرات من زيت القرنفل وبنخلطه مع زيت اللوز أو زيت جوز الهند وبندلك بيه الوجه بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية، وبنكرر العملية دي كل ليلة قبل النوم للحصول على أفضل النتائج. الحلبة بتعمل على زيادة نعومة ونضارة البشرة
فهي بترطب الجلد وبتحسن من نعومة وملمس ومرونة البشرة، وده لاحتوائها على البوتاسيوم والكاروتين وفيتامين سي. بتفتح مسام البشرة، وده لاحتوائها على حمض السلسليك. بتسرع علاج الجروح المفتوحة والحروق. بتعمل كمقشر للبشرة وتزيل الجلد الميت، وبالتالي بتساعد في الحصول على بشرة مشرقة. بتعمل على التخلص من الزيوت اللي بتفرز من مسام البشرة. بنستخدمها ازاي؟ بنمزج معلقة كبيرة من المية مع معلقة صغيرة من مسحوق الحلبة للحصول على معجون ناعم. بنضع الخليط ده على البشرة، وبنترك الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن نص ساعة. بعدين بنشطف الوجه بالماء الفاتر، وبنكرر العملية دي أكتر من مرة واحدة في الأسبوع. الشمر بيساعد في توحيد لون البشرة، وبيستخدم الشمر عن طريق إضافة بذور الشمر إلى الماء المغلي، ثم نتركه حتى يبرد، وبعدين بنصفيه ويضاف بضع نقاط من زيت الشمر العطري، ويتم تطبيقه على الوجه عدة مرات في اليوم. الشمر بيساعد في توحيد لون البشرة. بيستخدم الشمر ازاي؟ بنضيف بذور الشمر للماء المغلي، وبعدين بنسيبه يبرد، بنصفيه، بنضيف بضع قطرات من زيت الشمر، وبيتم تطبيقه على الوجه عدة مرات في اليوم. من فوائد الشمر انه بيحسن ملمس البشرة وبيجعلها ناعمة وحيوية باستخدام البخار بتاع بذور الشمر او ماسك بذور الشمر للوجه. ازاي بنعمل البخار بتاع بذور الشمر؟ بنجيب مية مغلية وبنضيف ليها معلقة كبيرة من بذور الشمر، وبنعرض الوجه للبخار، وبنسيبها لمدة 5 دقايق، وبعد نكرر الوصفة دي مرتين أسبوعيا من أجل تنظيف مسامات البشرة. ممكن كمان نعمل ماسك من الشمر. بنضيف معلقة كبيرة من بذور الشمر المطحون لنصف كوباية مية مغلية، وبنسيبه نص ساعة، وبعدين بنضيف معلقة كبيرة من الشوفان والعسل عشان نعمل معجون بيطبق على الوجه لمدة 20 دقيقة قبل ما نشطفه بالمية الدافية. زيت السمسم بيستخدم في ترطيب البشرة وبيجعلها تبدو لامعة. بيعمل على تنقية البشرة من البق. فوائد زيت السمسم للبشرة قبل النوم في منع ظهور الروس السوداء وإزالة البثور، وليه خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للبكتيريا والفطريات. زيت السمسم كمان بيعمل إزالة للسموم من الجلد. بيساعد تدليك الجلد بزيت السمسم على تنقية البشرة من الملوثات والمواد الضارة اللي بتتعرض ليها، وده الاحتواء على مضادات أكسدة ليها خصائص مضادة للجراثيم. تدليك البشرة بزيت السمسم بيحافظ على مرونتها وبيحسن الدورة الدموية، وبتظهر البشرة أكثر حيوية وصحة. السمسم بيعمل على كمان تسمين الوجه، وبيساعد تدليك الوجه بزيت السمسم على تحفيز إنتاج الكولاجين اللي بدوره بيساهم في الحصول على وجه ممتلئ وصحي. طبعا هو بيستخدم موضعي فقط. الموز بيحتوي على السيليكا اللي ليها دور في إنتاج بروتين الكولاجين المهم للحفاظ على رطوبة البشرة ونعومتها والتقليل من جفاف البشرة. الموز بيعمل على زيادة تألق ونضارة البشرة والتقليل من آثار الندبات بما فيها ندبات حب الشباب. بيحمي الوجه من الآثار الضارة لأشعة الشمس، وبتقلل كمان من الانتفاخ اللي تحت العيون. بنستخدم الموز ازاي؟ بنهرس موزاية كاملة ناضجة جيدا، وبنضعه على الوجه بالتساوي، وبنسيبه من 10 ل 15 دقيقة، وبعدين بنشطفه بماء فاتر، وبننشف الوجه، وبعدين بنضع مرطب. بنكرر ده من مرتين ل3 مرات في الأسبوع. برضو ممكن نستخدم قشر الموز بدل من الفاكهة نفسها. وممكن نعمل ماسك من الموز والليمون. بنعمل ماسك الموز ازاي؟ بنهرس موزة ناضجة وبنخلطها مع عصير الليمون، وبنضع الخليط ده على الوجه لمدة 20 دقيقة، بعدين بنشطف الوجه بالماء. اليانسون بيرطب البشرة وبيخلي البشرة ناعمة وسلسة. زيت اليانسون بيمنح بشرة النضارة والتوهج. وبرضو ممكن نضيف زيت اليانسون لزبدة الشيا لعمل ماسك اليانسون للبشرة، وده بيساهم في ترطيب البشرة. القرفة بتعمل على إزالة الخلايا الميتة، وده بسبب دورها في تقشير البشرة، وبتعمل على استعادة لمعان وحيوية البشرة. كمان هي فيها مضادات أكسدة بتعمل على ترطيب البشرة. القرفة بتساعد في تخلص من السموم والأوساخ المتراكمة داخل مسامات البشرة، وعشان كده بتساعد في توحيد لون البشرة. بنستخدم القرفة ازاي؟ أول طريقة بنخلط معلقة صغيرة من القرفة مع معلقتين صغيرين من السكر ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون، وبندلك الخليط بلطف على البشرة بحركات دائرية لبضع دقائق، بعدين بنشطف بالمية الدافية. والوصفة دي بتعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة وتعزيز تجديد البشرة. الطريقة التانية بنمزج مسحوق القرفة مع الزبادي والموز المهروس وعصير الليمون، وبنضع الخليط على الوجه وبنتركه حتى يجف، وبعدين بنغسل الوجه بالماء الفاتر للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة ونضرة. القهوة بتعمل على تقليل اسمرار الجلد أو فرط التصبغ، وبتوحد لون البشرة. وبيستخدم البعض ماسك القهوة للوجه للتفتيح، وهي ما بتسمرش البشرة. بنستخدمها ازاي؟ بيتم مزج مقادير متساوية من زيت الزيتون مع القهوة المطحونة، وبيوضع القناع على الوجه بحركات دائرية، وبيترك القناع من ربع ساعة لساعة، وبيشطف باستخدام الماء الدافئ. وممكن تكرر القناع 3 مرات في الأسبوع. تاني طريقة بنخلط معلقة كبيرة القهوة المطحونة مع معلقة كبيرة من الزبادي،
وبيتم فرك الوجه بالماسك برفق لمدة دقيقة أو دقيقتين. بعدين بنسيب الماسك لمدة 5 دقايق ويتم شطفه. ممكن تكرار الماسك دوت مرة أو مرتين في الأسبوع. تالت طريقة ماسك القهوة والعسل. بيتم خلط معلقة كبيرة من القهوة المطحونة مع معلقة كبيرة من العسل. بيتم فرك الوجه بالماسك برفق من دقيقة لدقيقتين، وبنسيب الماسك لمدة 5 دقايق وبعدين بيتم شطفه. ممكن نكرر الماسك ده مرة أو مرتين في الأسبوع. الشاي الأخضر وسيلة فعالة جدا للعناية بالبشرة، لأنه بيحتوي على معادن وفيتامينات مهمة لترطيب البشرة وتفتيح لونها. نستخدمه ازاي؟ ممكن نستخدم منقوع الشاي الأخضر يوميا على البشرة. أنا مش بفضل الشرب الشاي الأخضر لأنه بيسبب هشاشة، فالأفضل استخدامه موضعي. نستخدمه ازاي؟ بنمزج معلقة صغيرة من الزبادي مع معلقة صغيرة من عصير الليمون ومعلقة صغيرة من الشاي الأخضر. بنمزج وبنضع المزيج ده على الوجه لمدة ربع ساعة ل20 دقيقة. نشطف الوجه بالماء البارد، وبنكرر القناع ده مرة لمرتين أسبوعيا. النعناع بينشط الدورة الدموية وبيمنح الشراقة للبشرة، بيوحد لون البشرة، بيفتح لونها، وبيوحد اللون لاحتوائه على فيتامين سي وفيتامين اي وأحماض أوميجا 3 اللي بتساهم في التقليل من حروق البشرة الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس، وبينظف مسامات البشرة والتقليل من حجمها، وبيحافظ على رطوبة البشرة ومنع الجفاف. بنستخدم النعناع ازاي؟ بنضرب في الخلاط 10 ورقات من ورق النعناع مع شريحة خيار صغيرة، بنضيف ليه نص معلقة كبيرة من العسل. بنمزج المكونات جيدا ويوضع المزيج على الوجه ونسيبه تلت ساعة، وبعدين بنشطف الوجه بالماء. يكرر ذلك مرتين أسبوعيا. زيت جوز الهند بينصح ان هو يستخدم قبل النوم، لان خلايا الجلد بتصلح نفسها في الوقت ده اكتر من النهار. زيت جوز الهند بيعتبر مرطب طبيعي للوجه، بيحتوي على احماض دهنيه بتساعد في تغذيه وحمايه البشره. كمان زيت جوز الهند بيعمل على زياده انتاج الكولاجين، مما بيساعد على الحفاظ على نضاره البشره ومرونتها، وبيساعد كمان في التخفيف من ظهور البقع الداكنه وتفتيح لون البشره، لاحتوائه على فيتامين ه ومضادات اكسده اللي بتعمل على تجديد خلايا البشره. بنستخدم زيت جوز الهند ازاي؟ بناخد معلقتين كبار من زيت جوز الهند على اليد وبنفركهم حتى يصبح قوامه خفيف وحريري. بنضعه على الوجه والرقبة بحركات لطيفة واسعة، واي منطقة بنعاني منها من الجفاف. بندلك الوجه جيدا لتنشيط الدورة الدموية ونتركه على البشرة طول الليل. البصل بيحسن صحة البشرة ونضارتها. بيحتوي البصل على فيتامين ج اللي بيعزز إنتاج الكولاجين وبيدعم صحة الجلد. البصل كمان بيخفف من مظهر الندوب وآثار الجروح. بنستخدمه ازاي؟ نضع معلقة من دقيق الشوفان للمية ونطهيه جيدا لمدة 20 دقيقة ثم نتركه يبرد. بنضرب بصلة متوسطة في الخلاط حتى يصبح قوامها كالمعجون. بنخلط المعجون البصل مع دقيق الشوفان ومعلقة كبيرة من العسل، وبنضع قناع البصل والشوفان على الوجه لمدة 10 دقايق وبعدين بنشطفه. آخر حاجة من ضمن الحاجات اللي بتعمل تفتيح للبشرة ومش من نباتات هو اللبن. اللبن بيحتوي على حمض اللاكتيك اللي بيساعد على تقشير الخلايا الميتة، بيحفز نمو خلايا جديدة. عشان كده حمض اللاكتيك بيستخدم في كريمات ومنتجات كتير لتفتيح البشرة. بنستخدمه ازاي؟ قطنة مبللة بالحليب مباشرة على الوجه والرقبة، وبنترك الحليب 10 دقايق ثم نشطف الوجه بالماء. ممكن كمان نعمل منه ماسك. بنجيب معلقتين حليب مع معلقة كبيرة من العسل، بنضع القناع على البشرة نظيفة وبنسيبه تلت ساعة لحد ما ينشف، وبعد كده بنشطف الوجه جيدا بالماء الفاتر. لو استفدت من الحلقة ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والاشتراك في القناة. استنوني في حلقة جديدة ومعلومة جديدة. أشوفكم على خير.